صفات إذا موجودة أي وحدة منها فيك يا حظ اللي حولك فيك. الصفة الأولى، إذا شفت شخص طاح بموقف محرج تستحي أكثر منه، أنت اللي تشعر بالخجل وتحاول تبين له أنه عادي ما ودك تحرجه، هذا دليل على طيبة قلبك ورقة إحساسك. الصفة الثانية، أنك حتى لو جاء عندك القدرة أنك تنتقم من الشخص اللي ظلمك، طيبتك تغلبك وما تنتقم، تسامح تعدي. مو معناته أنك أنت ما تظل زعلان، لا ممكن تظل زعلان، بس ما عندك القدرة على البطش بالآخرين، يعني ما عندك القسوة اللي هم استخدموها ضدك. الصفة الثالثة، لما تعطي أو تساعد مو دائما تفكر بالمقابل، تفكر بس أنك كيف تحسن حياة الطرف الآخر، كيف تساعده حتى بوظيفتك، حتى لو كانت وظيفتك بسيطة. تلقى رجال كبير تايه، امرأة كبيرة تايهة، شخص يسأل تقوم وتساعده حتى لو الشغلة ما هي شغلتك ومتخصص فيها شخص تاني، هذا دليل أنك معطاء. الصفة الرابعة، كثير تحب الأطفال وكبار السن، عندك كذا شعور جميل تجاه هالفئتين من الناس، الأطفال تحبهم تنسى معهم العالم، كبار السن أيضا تحب سوالفهم تجلس معهم، هذا دليل أنك تميل للبراءة والنقاء أكثر من أي شيء ثاني. الصفة الخامسة، أنك ما تحب تمدح نفسك أمام الآخرين، ممكن تذكر أحيانا ميزة ميزتين بس تشعر بالخجل لما تمدح نفسك. في أشخاص كثير يمدحون نفسهم بكثرة ويبالغون في الثناء، أنت لا، تحس حتى لو أنت تستحق أنك تمدح نفسك تخجل، لو الناس مدحوك تتضايق، ما ودك أن الناس يبالغون في وصفك، يخجلك هذا الشيء. تستمتع تستانس لما الناس يحبونك، بس ما تحب تبان أنك أفضل من الناس اللي حولك، حتى لو كان عندك مال تشفق تحاول ما تبين ثرائك أو مالك قدام اللي أقل منك. لو كان عندك أشياء تملكها غالية وثمينة وتدري أن الشخص اللي قدامك ما عنده القدرة على اقتنائها، تحاول ما تبينها أو تقلل من قيمتها، ما تبين أنك أفضل منه. هذه الصفات الخمس أي وحدة فيها فيك فهي حظ اللي حولك فيك. كيف إذا كان أكثر أو خمستهم؟ مو لازم أنت تقيم نفسك، خلي اللي حولك يقيمونك أيضا.